طيب، طريقة استعمال مفتاح الأسانسير. بص، أول حاجة دي الفتحة اللي بيدخل فيها المفتاح. بندخل المفتاح بالشكل ده، تمام، وبنفتح. بعد كده نشد الباب، تمام، الباب فتح خلاص. استعمل المفتاح ده مثلا لو في حاجة واقعة منك تحت. طب للناس اللي بتخاف ان مثلا ممكن الاسانسير ينزل او الكلام ده، لا، طول ما الباب مفتوح الاسانسير مش هينزل. طول ما الباب مفتوح الاسانسير مش هينزل. بتخلص، سواء مثلا حد كان محبوس، طبعا اللي هيبقى محبوس جوه الباب مش هيرضى يفتح، فبالتالي انت بتستعمل مفتاح الطوارئ. بتفتح بمفتاح الطوارئ، وبعد كده بتخرج الشخص المحبوس. بعد كده بتقفل تاني. او مثلا لو حاجه واقعه منك جوه البير، تنزل الدور الارضي زي ما انا واقف كده في الدور الارضي، تفتح الباب وتجيب الحاجه اللي واقعه وتقفل الباب تاني. طريقه قفل الباب بقى، تحط المفتاح في مكانه تاني، تمام، وتقفل الباب، وتتاكد ان الباب اتقفل، تشده.